السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من وصفات أميرة. يا رب دايما تكونوا بخير وفي راحة بال، اللهم أمين. النهاردة بقى يا حبايبي عملنا كذا حاجة كده بطريقة بسيطة وسريعة، يعني الفيديو كله مش طويل وهنعمل فيه كذا حاجة مع بعض. هنعمل النهاردة رز معمر كده بسيط وعلى قد الإيد، يعني مش مكلفاه كتير بس طالع ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك. وشه كده حلو قوي، يعني حاجة كده تحفة تحفة تحفة. وكمان شوينا السمك بالردة، وعملنا شوية سلطة حلوين كده، وكمان جبت بطاطا حطيتها في الفرن. اليوم الفرن ده بيبقى يوم عالمي. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا الرز الجميل ده ازاي من غير تكلفة كتير ولا اي حاجة. اول حاجة كده انا عندي الرز بتاعي، حطيت معلقتين زيت كده عشان ايه، يخلوا الرز مفلفل وبيلمع كده في نفس الوقت. وكمان حطيت شوية ملح وبس كده. عندي بقى ايه بقى، اللبن ومعلقة سمنة، اي نوع سمنة عندك متوفرة عندك هتنفع معاكي. يعني البلدي السمنة الفلاحي بتبقى حلو للرز المعمر والزبدة والكلام ده. لو متوفر عندك هيبقى زي الفل، لو مش متوفر عندك اعملي بقى ايه زي كده، اي معلقة سمنة وحطيها وحطي لبن. بس لازم تحطي لبن، هو الرز معمر معروف ان هو لبن. حطيت بقى ايه كيلو لبن على شوية الرز اللي قدامك دول، وهزودهم مية، يعني لما اجي احطه في الفرن هزودهم شوية مية بساط. كتري بس اللبن عشان يطلع معاكي ايه طعمه حلو، ومعاكي من الزبدة والقشطة والحاجات دي كلها هيطلع برضك حلو معاكي وزي الفل. ادي اول حاجة جهزناها. تاني حاجة عندي بقى هنا سمك بوري، واهم حاجة يكون عينه كده زي ما انتوا شايفين بتلمع، والسمكة ان هي بتلمع كده، يعني ما يبقاش فيه عينيها طافية. خليها بقى عينيها بتلمع كده، والسمكة نفسها بتلمع ومحمرة شوية كده، بتبقى سمكة حلوة وطعمها حلو. وهنا بقى قلت طالما هشغل الفرن يبقى هجيب بطاطا، وطالما هتشوي البطاطا لازم البطاطا تكون تخينة معاكي. لو جبتيها رفنعة وحطيتيها في الفرن عما تيجي تستوي هتلاقيها ايه بقى، نشفت خالص وجدلت ومبقاش ليها اي لازمه، هتبقى ناشفه خالص من جوه. وحطيت بقى ايه، جبت صينيه حطيت فيها الرز المعمر عشان هنزل بقى ايه احط الكلام ده كله في الفرن. هبدا بقى ان انا اشغل الفرن. اول لما حطيت الرز، حطيت الرز كده واسيبه بقى شايفين بيغلي كده مع نفسه، بجد حلو قوي وطلع وشه جميل، رغم ان انا ما كلفتوش ولا قشطه ولا زبده ولا اي حاجه، وعلى قد الايد، بس طلع ما شاء الله حلو، يعني بألف هنا للي اكله. دلوقتي بقى لما خلاص لقيت الرز اتشرب، بدأت ان انا اهدي النار خالص واحط ايه بقى البطاطا. عايزه البطاطا عايزه نار هاديه، بس يعني زي ما انتم شايفين كده النار، انا مصوره لكم النار ولا هاديه قوي قوي ولا عاليه، هي وسط كده، حاجه بسيطه كده فوق الهاديه بشويه. وهسيبها ايه في الفرن. لو البطاطا تخينه قوي ممكن تنغزيها نغزه كده بالسكينه عشان تستوي اسرع. هنا بقى كان خلاص الرز معايا استوى، طلعته وهبدا ان انا اجيب البطاطا كده ايه على الباب شويه كده، على باب الفرن، هي كانت خلاص دخلت في السوا، بس انا بحب البطاطا تكون مستويه على الاخر. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يسمي الله كده ويصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ودعوه حلوه كده، ولكم بالمثل ان شاء الله حبايب قلبي اللي بيدعموني، وما بنسوش اللايك. هنا بقى خلاص هبدا ان انا بقى ايه اشوي السمك بتاعي. اي سمك ينفع معاكي انك تشويه بالرده دي، اي نوع سمك. هنا بقى بدات ان انا ايه غسلت السمك برضو تاني، كان نشف، لا لازم السمكه تكون مبلوله بالميه. بدات ان انا ايه اشطفه تاني بشويه ميه، واحطه بشويه الرده كده، او احطه في الفرن. لو السمكه كبيره قوي ما تعليش قوي النار، لو صغيره عللها النار، علشان لو النار عاليه قوي على السمك الكبير هيحمر منك وهيتحرق ومش هيكون مستوي. يعني زي ما انتوا شايفين كده النار فوق الوسط بشويه، واول لما خد لون حلو هديت لكم النار خالص كده زي ما انتوا شايفين، بحاول ان انا ابين لكم النار قدامكم اهو. خلاص خد لون حلو، هبدا ان انا اهدي النار لحد اما يستوي معايا على الاخر، اطلعه بره كده شويه واسيبه ايه يستوي. هنا بقى خلاص كنت عملت السلطه، والبطاطا زي ما انتوا شايفين مستويه، والرز طالع ما شاء الله بألف الف هنا للي اكله، والسمك زي ما انتوا شايفين طالع حلو قوي. هنا بقى دقة السمك عادي خالص اللي احنا بنستخدمها، حطيت عليها شوية كزبرة من السلطة، وعصرت عليها ليمون. الدقة دي عبارة عن ايه برضو هقول لكم. الدقة دي عبارة عن توم وفلفل اخضر فلفل احمر، وحطيت كزبرة وكمون وشطة وملح، وكمان حطيت بقى شوية كزبرة زي ما انا قلت لكم. وهبدأ ان انا ايه املح السمك.
انما المفروض كنت انقل السمك، بس انا قلت مش هوسخ مواعين بقى ولا كده، كفايه اللي انا ايه عملته. بدات ان انا احط السمك كده على بعضه، واحط ارضيه الطبق من الدقه الحلوه دي، وابدا ان انا ارص السمك كده، واحط شويه دقه حلوين قوي كده، وممكن كمان تحطي معلقه زيت لاي سمك تاني. بس البوري معروف ان هو سمين، فما رضيتش ان انا احط معلقه زيت. الزيت بيخلي القشره بتاعت السمك تطلع معاكي بسهوله. تمام. هبدا بقى ان انا ارش ليمون كده، وزي ما انتم شايفين بجد الاكله كانت جميله وسهله. وكمان ايه بقى يعني، قرفتها خفيفة كده، فاهمين يعني؟ كل حاجة انجزي 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 كده في وقت بسيط وسريع، ما شاء الله. كانت أكلة خفيفة كده وسهلة. هنا بقى خلاص بوريكم السلطة ان انا كنت عملتها. طبعا مش هوريكم السلطة بتتعمل ازاي، كلنا عارفين السلطة. اي خضار عندك، سلطة طماطم خيار فلفل اي حاجة موجودة عندك. وهنا بقى البطاطا بوريكم قد ايه لونها جميل قوي، وان هي مسكرة كده وطعمها حلو. كان نفسي تكونوا معايا عشان اوزع عليكم شوية البطاطا اللي معايا دول. يعني بألف هنا للي اكلها، كانت مستوية خالص ودايبة. وهنا بقى بوريكم الرز، يعني عايزة اوريكم كل حاجة يعني قدامكم، كل حاجة عملتها قدامكم، وكل حاجة اوريها لكم في النتيجة بتاعتها عاملة ازاي. هنا بقى الرز مفلفل وطالع ما شاء الله، اللهم بارك، حاجة كده حلوة قوي قوي. ما كلفناهوش كتير ولا حاجة، بس طلع ما شاء الله حلو برضك، يعني مهما كان احلى من الرز اللي على البوتاجاز. قلت طالما هشغل الفرن هعمل شوية رز ايه معمر كده، حتى لو مش متوفر عندي ولا زبدة ولا سمنة فلاحي ولا الكلام ده. طلع ما شاء الله برضك حلو، هيطلع معاكي حلو برضه. طبعا بقى القشطه والزبده والحاجات دي طبعا بتدي خير كده ودسمه للرز، وبيبقى طعمه احلى واحلى. بس على قد لحافك مد رجليك، هو يطلع كده برضك حلو معاكي وطعمه حلو باذن الله. هنا بقى وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش باشتراك وتفعلوا الجرس، عشان كل الوصفات السهله توصل لكم اول باول باذن الله. مع الف الف سلامه يا اخواتي، وفي رعايه الله، ودمتم كده ايه بصحه وسلامه. مع السلامه.